يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساكوا كل حاجة جميلة. بفضلكم فعلوا الجرس، عايزة اشتراك وتعليقات. وقبل أي كلام نصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. هو في إيه يا جماعة في الدنيا؟ مش عارفة. يعني لما واحد يبعت وهو منهار وبيقول أنا مانيش عارف أعيش من غيرها، وبموت كل يوم علشان بعدت عني، حبيتها وصرفت عليها دم قلبي وعينيا ما بتشوفش الا هي. هي مين؟ واحدة واحدة كانت غضبانة في بيت أبوها، تمام، معاها ولد وبنت، فما كانتش متطلقة، بس هي غضبانة، أخدلها وقت كده عند أبوها لغاية ما الدنيا تهدى. فمن كتر الفراغ اللي هي فيه قالت إيه؟ أدردش مع أي حد في الجروب. فقعدت تتكلم مع الشاب ده، فهو اتكلم معاه على أساس إن بعد كده هيزهقوا من بعض، بعد كده كل واحد يروح لحاله، أهو تقضية واجب أو تقضية وقت. الموضوع طلع أكبر من كده، الموضوع طلع حب جنون، حبيتها حب جنون. يعني مانيش شايف في الدنيا غيرها. يعني لو قلت لكم بحبها اكتر من امي واخواتي ومن روحي هقول لكم انا ببكي ليل ونهار. ليه؟ رجعت لجوزها وقالت لي انا هرجع لجوزي علشان خاطر الاولاد. طب ليه تخليها ان هي تكلمني؟ ليه تعطي لنفسها فرصة انها تتكلم مع واحد ويحبها حب جنون؟ قولولي اعمل ايه؟ انا بقالي 5 ايام ما سمعت صوتها ولا شفتها، علشان رجعت لجوزها وبيتها وولادها. انا بموت، انا شاب بموت، وفكرت انتحر لاني مش عارف اعيش من غيرها. قولولي اعمل ايه واتصرف ازاي؟ معايا رسايل وصور وحاجات كتير تثبت ان هي لها علاقة معايا. مش عارف اعيش، مش عارف اعمل اي حاجة في حياتي. يا ريت تفيدوني. ابعت لجوزها الرسايل والصور والمقابلات ولا اعمل ايه؟ يعني اقول لك ايه؟ يعني تعالى نعكس الموضوع. لو مراتك عملت كده، لو انت متجوز وحصل خلاف بينك وبين مراتك، ومراتك قالت اما فضفض شوية مع حد علشان انسى احزاني، واتكلمت مع واحد والواحد ده حبها حب جنون زي سيادتك، وزعلان ان هي رجعت لك ورجعت لبيتها ولجوزها ولولادها، هتعمل ايه؟ قولي. اولا انت مغفل جوزها، مغفله، عايش مغفل بسببك. مش هقولك انت بس اللي غلطان، وهي كمان، لانها خاينة. يا جماعة في ناس مفكرة ان الخيانة خيانة جسدية، لا، الخيانة خيانة بالكلام كمان. مجرد ما تعرف راجل وتحبه وتقابله وتكلمه وصور ومقابلات، دي خيانة ولا مش خيانة؟ ولا هتقولوا لي تسالي؟ خيانة. فانتوا الاتنين خونة. فانت لو راجل ابعد، ولا كأنك عرفتها، وكل الرسائل والصور اللي بينك وبينها تتمسح.
لو عندك اخت هتشوف فيها الكلام ده. لو متجوز هيحصل كده مع مراتك وهتكلم واحد غيرك. لو هتخلف بنت هيحصل كده. لا حول الله، ده انت خوفتني يا صفا. ما هو ده قانون ربنا. يمكرون والله خير الماكرين. اتقي الله في الست دي وفي ولادها، ابعد عنها. امسح كل الرسائل والأدلة اللي معاك ان تثبت ان كانت تعرفك. خلاها تربي ولادها، واحمد ربنا انها رجعت لجوزها ولولادها، واطلع من حياتها. فكر في واحدة تانية. اخطب. هو ما هوش متجوز يا جماعة. اخطب واتجوز وخلف واعمل أسرة واستغفر ربنا انت وهي، لان انتوا الاتنين خونة. بتبكي علشان رجعت لجوزها، حبتها. ايه يا استاذ؟ فين الرجولة يا استاذ؟ فين النخوة؟ ده حتى الرجولة أدب. الرجولة نخوة وشهامة. لو انت عندك ذرة نخوة انسى الماضي ده خالص، ولا تهددها بأي رسالة ولا بأي صورة. اتقي الله. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده آخر كلام عندي. اسمعوا المشكلة، وعايزة آرائكم وأقول لكم أشوفكم على خير.